بسم الله الرحمن الرحيم. أحد الدعاء شاف رؤية وصحي من النوم وهو محتار جدا إيه سبب الرؤية دي ومين هو الشخص المقصود في الرؤية دي. قبل ما نتكلم مع بعض عن الرؤية اللي شافها أحد الدعاء ده، تعالوا كلنا نصلي ونسلم على سيدنا محمد سيد الخلق أجمعين. اللهم صل وسلم وزد وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وكمان زي ما تعودنا دايما يا ريت نفتكر أمواتنا جميعا بالدعاء والرحمة والمغفرة. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وكل أمواتنا جميعا، اللهم آمين آمين. شاف إيه الداعية ده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم جاله في الرؤية قال له بلغ فلان ابن فلان بأنه رفيقي في الجنة. الداعية ده قعد يدور في البلد عن الشخص اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه عنه ان هو يبلغه الرسالة دي، ان هو رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. للأسف الداعية ما عرفش يوصل للراجل ده في البلد، ودور عليه كتير في البلاد المجاورة والبلاد اللي حواليه، برضه ما عرفش يوصل للراجل ده. تاني يوم الداعية ده نام برضه وجات له نفس الرؤية، جاله الرسول صلى الله عليه وسلم في الرؤية وقال له نفس الرسالة، بلغ فلان ابن فلان أنه رفيقي في الجنة. الداعية تاني يوم صحي برضه من النوم، خد أحد أصدقائه وقعد يدور في كل البلاد على الاسم اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم بلغه إن هو يبلغه الرسالة، لكن للأسف ما عرفش يوصل للاسم ده، والاسم ده بالفعل مش موجود. بعد فترة الداعية راح عشان يؤدي مناسك الحج، وسافر بالفعل هو وأحد أصدقائه. ولما وصل السعودية أو وصل أرض الكعبة وقدم بدأ يبدأ في مناسك الحج، جاله الرسول صلى الله عليه وسلم برضه في المنام وبلغه نفس الرسالة، بلغ فلان ابن فلان أنه رفيقي في الجنة. الداعية صحي من النوم تاني يوم وخد صديقه فعلا وقعد يدور عشان يوصل للراجل ده، لعل وعسى ان هو يكون موجود على ارض السعودية الراجل او الاسم ده. بالفعل قعد يدور ويسأل لحد ما عرف ان الاسم اللي هو بلغه به الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام موجود في الرياض. خد صديقه وراح على الرياض وقعد يسأل على الراجل ده لحد فعلا ما وصل له، وقال له تعالى انا في رؤية انا شفتها لك خير ماشي، بس انا عايز اعرف انت بتعمل ايه علشان الرؤية دي او الخبر ده اللي انا هبلغه لك ماشي يوصل لك انت بالذات، وانت بالذات باسمك تخصص بالرؤية دي. الراجل قال له والله انا ما بعملش حاجة غير ان انا بصلي الصلاة المكتوبات، بقيم الليل، بقرا القرآن، العبادات اللي هي اي مسلم بيعملها لله سبحانه وتعالى. فالداعية ده استغرب، قال له ازاي يعني انت ازاي انت الحاجات دي بتعملها وكلنا بنعملها، والرؤية اللي انا شفتها لك بتديك اكبر من اللي انت قلته لي. فالراجل ده قال له الداعية طب احكي لي الرؤية اللي انت شفتها وانا ممكن اشوف ايه اللي حصل. الداعية حكى للراجل ده الرؤية اللي هو شافها، قال له ان الرسول صلى الله عليه وسلم جالي في المنام وبلغني أن أبلغك أنك رفيق الرسول صلى الله عليه وسلم في الجنة. الراجل ده الدموع اتحجرت في عينيه ومش عارف يقول للداعية ايه. راح مقرب من الداعية قال له والله أنا هبلغك سر، بس أتمنى إن هو محدش يعرفه غيري أنا وأنت، لأن السر ده بيني وبين ربنا مش عايز حد يعرفه. قرب الراجل ده من الداعية قال له من حوالي سنة ونص في راجل جنبي توفى وترك 5 بنات أيتام وأمهم، وفي يوم من الأيام وأنا قاعد بالليل سمعت الست دي بتدعو المولى سبحانه وتعالى إن هو يسترها من الحاجة ويسترها إن هي ما تمدش إيديها لأي حد، وإن هي ممكن تضعف في يوم من الأيام وتغضب ربنا عشان تربي وبناتها، وكانت بتبكي الست دي. فالراجل قال أنا خفت إن هي فعلا تضعف ماشي، فحبيت إن أنا أوصل لها إن المولى سبحانه وتعالى عند حسن ظن العبد، وبدأ إن هو يخصص لها كل شهر
جزء من الراتب أو من الدخل بتاعه، يبعته لهم من غير ما يعرفوا إنه هو اللي بعته. وبالفعل بدأ يمشي على الموال ده أو القصة دي، إن هو يبعت لهم كل شهر جزء من الدخل بتاعه من غير ما حد يعرف لمدة سنة ونص. حتى أهل بيته ما يعرفوش الحاجة اللي هو بيعملها دي. ودي العلاقة الخفية أو العلاقة الخبيئة ما بين العبد وما بين ربه. ظل الراجل ده بيصرف على ال5 بنات الأيتام دول وأمهم لمدة سنة ونص. وعشان كده صدق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى. نستخلص من القصة دي إيه؟ إن إحنا لازم كلنا ننظر حوالينا ونشوف اليتامى اللي حوالينا وننظر إليهم نظرة العطف اللي الرسول صلى الله عليه وسلم وصانا بيها. وكمان لما بنعمل حاجة مع الناس دي بلاش إن إحنا نجهر بيها، حفاظا على حيائهم وحفاظا على مكانتهم ووضعهم بين الناس وبين الجيران. أسأل المولى عز وجل أن يرزقنا جميعا مرافقة الرسول صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى، أنا وأنتم وكل من قال آمين آمين. اللهم